عايز اقول لكم على حاجه. طبعا وانا الحاجه دي يعني متاكد ان هي فيك. ان الاهلي بيفاوض بن شرقي لخلافه بيرسي تاو. في كلام ان الاهلي بيفاوض بن شرقي لخلافه بيرسي تاو. والكلام ده متسرب منين؟ من عند بن شرقي نفسه. خد بالك يعني الناس اللي هي الوكلاء والناس اللي حواليه، بن شرقي هيمشي من قطر، ده في كلام انه ممكن يمشي في يناير. خد بالك يعني، مع انه عامل موسم مش وحش والله هناك. بس بدأ يتكلموا على انه الاهلي بيفاوض بن شرقي لخلافة مين بقى؟ بيرسي تاو. رغم نفي الاهلي. بس الكلام ده جاي من هناك ومن ناس مقربة من بن شرقي. قال لك ان الريان القطري ممكن يسيب بن شرقي في يناير، وان الاهلي ممكن يضمه في يناير كبديل لبيرسي تاو. ما اعرفش، وفي الاهلي بينفوا. هل بن شرقي هيبقى مفيد للنادي الاهلي؟ يعني انتوا تقولوا لي يعني، هل بن شرقي هيبقى مفيد للنادي الاهلي اكتر من بيرسي تاو؟ وهل ممكن بن شرقي يجي ويتكيف مع النادي الاهلي بطريقه لعب النادي الاهلي ويبقى ليه دور كبير مع النادي الاهلي ويلعب كاس العالم للانديه؟ طبعا كلمه كاس العالم للانديه دي هتبقى مغريه لكثير من اللاعبين. والاهلي ممكن يجيبه ويقول لك انه على اعتبار ان هو متعود على الدوري المصري ولعب مع الزمالك وحقق بطولات مع الزمالك. بن شرقي على فكره واخد مع الزمالك 2 دوري، غير كونفدراليه، غير كاس مصر. كل ده بن شرقي اصلا قبل ما يمشي بيوم كان كسبان كاس مصر مع فيريرا مع الزمالك، كانوا كسبانين الاهلي. فهل بن شرقي فعلا هيجي لخلافه بيرسي تاو؟ في كلام بيتردد بقوه من المحيطين ببن شرقي بيقولوا هذا الكلام. خليني اقول لكم ان الاهلي بيجهز لصفقات قويه جدا في يناير، ولازم في اجانب لعيبه جديده هتيجي في يناير. كل ده استعدادا لكاس العالم اللي هتبقى في يونيو القادم، اللي قرعتها امتى؟ بكره. على فكره في امريكا، القرعه في امريكا في ميامي يعني. ماتش الافتتاح حتى في ميامي. هيبقى انتر ميامي، وميسي هو اللي هيلعب ماتش الافتتاح. ولان في لعيبه هتيجي في يناير، ففي لعيبه لازم هتمشي في يناير. الاهلي عنده رغبه يجيب 3 لعيبه اجانب. واحد مكان بيرسيتاو، واحد مكان رضا سليم، والتالت ممكن يتأيد في الأربعة دلوقتي متأيدين، يبقى هو الخامس. الأربعة الأجانب اللي موجودين، ويسيب بس أشرف داري، ويسيب معاه الباك ليفت اللي هو يحيى عطية الله. وهنشوف موقف علي معلول. لكن الأهلي متوقع إنه يجيب 3. المفاجأة بقى يوم ما يعيد علي معلول ويعير يحيى عطية الله، تبقى دي قنبلة. دي قنبلة يعني. انا لو علي معلول رجع لمستواه في الشهر 12 ده، ابصم لكم على 10 ان الاهلي هيأيده ويعير يحيى عطية الله. يعني يفعل عقد يحيى عطية الله ويعيره. وانا بقول لكم كده وهتشوف. هنشوف. لكن على فكره يحيى عطية الله هو اعاره بنيه الشراء. يعني الاهلي شيء واخده سنه اعاره بنيه الشراء، يدفع المقابل ياخده دايما يعني 3 سنين. ولغايه دلوقتي لا في تفعيل عقد ولا حاجه. عشان كده قلت لكم ان في لعيبه ممكن تمشي. بيرسي تاو، الاهلي عرض على بيرسي تاو يمشي مجانا. يعني اذا يا ابن الحلال مفيش نادي جه دافع فيك فلوس وهديك الراتب اللي انت عايزه وتبقى مبسوط، ما تكهرب لناش الدنيا. امشي يا عم ببلاش. مش هنطلب منك فلوس. روح العب ال6 شهور دول في اي حته ببلاش. يبقى ده كانك خدت ايه؟ الجزء الباقي من عقدك، نص الموسم اللي باقي في عقدك. روح العب بيه بره في اي حته وتبقى حر نفسك. يعني بيرسي تاو ببلاش. الماتش اللي فات الاخير اللي الاهلي تعادلوا، شفنا الاهلي تعادل اخر ماتشين في الدوري. احنا عارفين تعادل مع الاتحاد السكندري، وتعادل الماتش التاني مع مين؟ انا نسيت والله. مع البنك الاهلي. السلام عليكم.
بالنسبة لموضوع الراحلين عن النادي الأهلي في شهر يناير واللاعبين الأجانب اللي هيتم قيدهم أو هيتم ترحيلهم، المؤكد إن مش هيستمر في النادي الأهلي هو بيرسي تاو ورضا سليم، ده مؤكد مليون في المية. موضوع علي معلول هو انتظارا لرؤية مستواه ورؤية المدير الفني مارسيل كولر لعودة علي معلول لمستواه مرة أخرى. الحقيقة الأهلي مع كامل الاحترام لكل النجوم بيفكر في الاول وفي الاخير لمصلحة الفريق فقط، مصلحة الفريق فقط، خاصة ان الاهلي داخل في اكتر من بطولة واكتر من معمعة كروية كبيرة، وبالتالي عايزين نستغل الفرصة دي لرفع اسم النادي الاهلي عاليا واسم مصر طبعا بما انه يشارك نيابة او ممثلا لمصر. على رأس البطولات دي طبعا بالإضافة لدوري أبطال إفريقيا اللي أصبحت دوري أبطال الأهلي بما إنه بيفوز فيها أكتر فرق بيفوز فيها هو النادي الأهلي فكل سنة تقريبا أو سنة وسنة. وكمان الانتر كونتيننتال دي غير كاس العالم للأندية. الانتر كونتيننتال دي فاضل فيها ماتشين للنادي الأهلي، ماتش هيلاعب فيه بوتافوجو البرازيلي أو الفائز منه وباتشوكا المكسيكي، واتوقع ان هو هيكون بوتافوجو البرازيلي، وبعد كده هيقابل لو فاز ان شاء الله هيقابل ريال مدريد في مباراة نهائي كاس الانتر كونتيننتال اللي هي دي ابطال اندية القارات كده يا جماعة. طيب اما كاس العالم للاندية اللي هي القرعة ان شاء الله هتكون بكرة. تقرر رسميا اولا ان مباراة الافتتاح هتكون بين انتر ميامي اللي بيلعب الامريكي اللي بيلعب فيه ميسي، ده خلاص رسمي، هي موضوع دعائي للبطولة والرعاة والأرباح والكلام ده كله ملناش قصة فيها. الأهلي طبعا في المستوى الثالث ومتوقع مليون في المية يعني بنسبة كبيرة إن الأهلي هيكون في المجموعة الأولى اللي هي فيها فريق انتر ميامي اللي هو فريق ميسي. فالأهلي دلوقتي بما إن داخل أكتر من بطولة فعايز لاعبين جاهزين، ما بيدورش على اللعيب الا لو كان جاهز 100%. ووجهه نظر مارسيل كولر صحيحه بالنسبه لما اكون انا شاري لعيب من بره او محترف اجنبي ومحسوب عليا في القائمه وبعدين الاقي ان انا بلاعب اللاعب المصري اكتر منه، لا يبقى انا ما بستفدش بيه. اللاعب اللي بيجي ده الاجنبي المقيد في القائمه محسوب عليا لاعب اجنبي لازم يكون بيلعب اساسي بشكل اساسي بنسبه كبيره جدا وبعتمد عليه، والا ما كنتش دفعت فيه فلوس بالدولارات او بالملايين وانا جايبه. طيب يعني عندنا مثلا يحيى عطية الله بيلعب مفيش منه مشكله، بيلعب فتره كبيره وبيسد وليه مكانه في الفريق اساسي واثبت وجوده ما نقدرش نقول حاجه. لكن رضا سليم ما بيلعبش كتير ولا بيرسيتاو، تغييرات وحتى بارتفاع مستوى محمد طاهر واللعيبه المصريين مديهم قوه لفريق النادي الاهلي. الاهلي محتاج مهاجم على وجه السرعه لان بنسبه كبيره انا بقول لك اهو بنسبه كبيره من واحد اهلاوي كهربا مش هيستمر في النادي الاهلي. كهربا مارسيل كولر بيديله بعض الفرص عشان يثبت للجماهير ان هو كان عنده حق لما كان بيستبعد كهربا، بس مش اكتر ولا اقل. الاهلي محتاج مهاجم يكون في مستوى وسام ابو علي يسد الفراغ. خلينا نتكلم بكل صراحه، من بعد اصابه وسام ابو علي حصل دروب كبير في خط الهجوم بتاع النادي الاهلي وقلت الاهداف. وسام ابو علي كان مهاجم بيخلص مكانه، يعني الفرص اللي كانت بتيجي الكهرباء دي كان وبيضيعها كان وسام ابو علي هيخلص. فاحنا محتاجين مهاجم شاب في رينج او مستوى وسام ابو علي يكون معاه بحيث ان هو يقدر يقود هجوم النادي الاهلي مع وسام ابو علي. كمان محتاجين لاعب في خط الدفاع لان بامانه محمد عبد المنعم برضو لا زال سايب فراغ في خط دفاع النادي الاهلي. مع اكتمال صفوف النادي الاهلي طبعا هيكون جاهز بقوه للانتر كونتيننتال وكاس العالم للانديه العام القادم ان شاء الله هيكون لها تحضيرات كبيره ان شاء الله. بكره القرعه هنتابعها معاكم، القرعه كاس العالم للانديه اللي تقام لاول مره بنظام كاس العالم للكبار بمشاركه 32 فريق، وهيكون الاهلي ممثلا لمصر، بطوله كبيره طبعا وحدث مهم جدا جدا، ولذلك يتم محاربه الاهلي ليل نهار على اسقاطه عشان المشاركه في كاس العالم للانديه دي. الاهلي بقى رينج مسمع عالميا جدا ومعروف على انديه العالم واخد تصنيف اعلى من كل الدول الافريقيه، يعني الاهلي هو الفريق الافريقي الوحيد اللي في المستوى الثالث، بل ان هو الفريق الوحيد يعني يمكن بجانب الهلال
فمستواه رينجو مسمع جامد جدا اول حاجه، والهلال داخل معاه عشان القيمه التسويقيه هناك في السعوديه بيدفعوا شويه بيصرفوا على اللاعبين، رغم ان الاهلي معلم على الهلال ومعلم على اتحاد جده اللي هم يعني يعتبروا من اقوى الانديه الموجودين في السعوديه. اتمنى التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. بكره ان شاء الله اورلاندو بيراتوس يوم السبت عصرا هيلاعب اورلاندو بيراتوس الجنوب افريقي، مباراه مهمه جدا جدا ونقطه مفصليه في دوري ابطال افريقيا.